ازيكم عاملين ايه؟ ده الفيديو التاني او الجزء التاني لفيديو الفرنش ماكارون. كنا عملنا الجزء الاولاني. اتمنى ان انتوا قبل ما تشوفوا الفيديو ده ان انتوا ترجعوا تشوفوا الجزء الاولاني بتاعه. وبعدين ترجعوا للفيديو ده. هنعمل النهارده مع بعض نكمل الفرنش ماكارون، ويلا بقى نبتدي على طول. خلاص كده المرنج عندي هيكون جاهز. هنقله بس على طبق يكون مفتوح شوية علشان يسهل عليا عملية خلط المواد الجافة مع المرنج. وأنا في المرحلة دي بحب إن أنا أضيف اللون، وخصوصا لو كنت يعني الكمية هقسمها لأكتر من لون، مش هعملها كلها لون واحد. بحط اللون في المرحلة دي قبل ما أخلط الدقيق اللوز والسكر مع المرنج. لكن لو هتعملوا كل الكمية كلها لون واحد، خلاص ممكن ساعتها تضيفوا اللون وانتوا بتخفقوا المرنج، يعني اوصلوا لمرحلة السوفت بيك وبعدين ضيفوا اللون اللي انتوا حابينه، وبعدين كملوا خفق لغاية ما توصلوا لمرحلة الستيف بيك. ويعني خلي بالكم ان انتوا اللون اللي انتوا شايفينه وانتوا بتعملوا المكرونه هيقل شوية، تقلوا اللون شوية وانتوا بتعملوا اللون اللي انتوا حابينه، لان هو اللون ده هيختفي شوية بعد ما يستوي. وهبتدي بقى اضيف المكونات الجافه بتاعتي على المرنج حبه بحبه تقريبا على 3 دفعات، وهقلب بطريقه الفولدنج او طريقه الطي. يعني فاكرين لما بنعمل اي كيكه اسفنجيه بنبتدي ندخل المواد الجافه بطريقه اسمها ايه، الطي او الفولدنج يعني. اوكي. فلو هتبصوا تلاقوا لما تخلصوا كميه الدقيق كلها هتلاقوا ان القوام بتاعها مليان هواء بالظبط كانها كيكه اسفنجيه. ده مش القوام خالص اللي احنا محتاجينه للمكرونه. احنا محتاجين ان احنا نخرج شويه من الهواء اللي هو دخل معانا في خفق بياض البيض. والخطوه دي اسمها بالظبط ماكروناج. والخطوه دي تقريبا هي اهم خطوه. يعني كل الخطوات بتاعه الفرنش ماكرون مهمه، بس تقريبا لو كل الناس بتعمل الخطوات اللي قبل كده صح، يعني 90% من الناس اللي بتفشل معاهم الفرنش ماكرون هو بسبب خطوه الماكروناج. فالطريقه برضو ان انا بضغط على الخليط اخرج منه شويه هواء، او افرده على جناب الطبق وارجع المه تاني علشان اقدر اخرج منه هواء والاقي ان القوام بتاعه بقى سائل شويه. والدقيق اللي انا مستخدماه للون الاخضر ده كان الدقيق اللي هو الناعم مش السوبر فاين. اوكي. فهتلاقوا ان عمليه المكروناج هنا شويه بتاخد وقت، وان القوام بتاع العجينه عندي او الباتر عندي تقيل شويه ومحبب كده ومرمل. اوكي. ده لان دقيق اللوز عندي يعني ما هواش انعم حاجه في الدنيا. اوكي. انا هفضل اخرج هواء واختبر الباترن عندي كل شويه. انا عايزه اوصل ان هو يكون حاجه زي قوام اللافا. هم حتى بيوصفوه ان هو يكون زي قوام اللافا، او ان انا لما اخد الخليط الاسباتيول كده وينزل بشكل يكون سلس ومتصل. ولما ينزل بالشكل ده الحواف بتاعته في خلال من 10 ل 15 ثانية ترجع تندمج تاني مع الخليط. في الوقت ده هعرف ان الخليط عندي جاهز. شايفين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده هيكون عندي جاهز. بالنسبة بقى للون اللي هو البينك او اللون هو هيقلب طوبي بعد ما دخل الفرن قلب طوبي يعني بس وات ايفر يعني. بالنسبة للون ده انا استخدمت فيه دقيق اللي هو السوبر فاين الموند فلاور. اوكي. اللي هو الدقيق الغالي اللي انا بقول لكم عليه ده، هو ده كنت بستخدمه في اللون ده. هتلاقوا ان عملية المكروناج هنا اسهل بكتير جدا، يعني تقريبا ما خدتش اي وقت كأنكم مستخدمين دقيق عادي، دقيق ناعم جدا. هتلاقوا الخليط بينزل بنعومة اكتر، ما فيهوش الترميله والحبحبه عارفين الخشانه دي اللي هي في دقيق اللوز العادي. هتلاقوا ناعم جدا جدا، في لمعه اكتر بكتير من اللون الاخضر اللي انا كنت مستخدمه فيه دقيق اللوز العادي. لكن برضو يعني كان تمام. هنوصل لنفس المرحله اللي انا بقول لكم عليها، ان هو يكون نازل زي اللافا كده، او نازل ببطء بس متصل من غير ما يتقطع. والحواف بتاعته لما تندمج جوه الخليط من 10 ل 15 ثانية هيكون كده عندي جاهز، سواء في الدقيق ده أو في الدقيق ده. التip بقى اللي أنا هستخدمها علشان أعمل بايبنج للفرنش ماكارون، عايزاها تكون سادة خالص، ما يكونش فيها أي حاجة. يعني ما تستخدموش الستار تيب اللي هي بتبقى مشوشرة دي، اللي هي مشوشرة اللي هي بتبقى 7/8 دي. لا، ما ينفعش خالص دي ان احنا نستخدم التيب دي للفرنش ماكارون. المقاس المظبوط بتاعها ان هي تقريبا بتكون من ربع انش لنص انش. اوكي. يعني هي تقريبا بتكون في حدود ماكس من تقريبا سنتي و2 مللي مثلا، بس تقريبا اغلب الناس بتستخدم اللي هي السنتي يعني. اوكي.
خلاص كده هنملى البايبنج باج اللي احنا هنضخ بيها، وتاكدوا انتوا بتملوا البايبنج باج ان ما يكونش فيه اير بوكيتس او يعني جيوب هواء جوه الخليط وانتوا بتملوا البايبنج باج. املوه بحيث ان ما تدخلوش هواء جوه الخليط وانتوا بتملوا كيس الحلواني بتاعكم. دي حاجه مهمه برضه في اي حاجه عموما، مش الفرنش ماكارون بس يعني. وهبتدي اضخ الخليط بتاعي بقى. بس هنجهز الصواني اللي احنا هنستخدمها للضخ الاول. اوكي، استخدموا صواني تكون صواني الومنيوم. اوكي، ما تبقاش صواني ستانلس او كده لان توصيلها الحراره ما بيبقاش كويس. استخدموا صواني تكون الومنيوم. الصينيتين اللي معايا دول الاثنين صواني الومنيوم. بس الصينيه الاولانيه دي هتلاقوا ان الثيكنس بتاعتها او السماكه بتاعتها رفنطوعه قوي، فهتلاقوا ان هي لو دخلت الفرن ممكن يحصل لها حاجه اسمها تتلوح. احنا في مصر بنقول عليها تتلوح، معرفش بره مصر بيبقى اسمها ايه، بس عارفين ان هي ناحيه منها تترفع وناحيه منها تعمل طق كده. عارفين اكيد شفتوا الموضوع ده قبل كده بيحصل معاكم. ده بيحصل لما صواني الالومنيوم تكون السمكه بتاعتها رفيعه. ده برضو هيبوظ معاكم الفرنش ماكارون. اوكي، احسن صينيه تستخدموها للفرنش ماكارون تكون صينيه الومنيوم ويكون الجدار بتاعها سميك بالشكل ده. شايفين تقيله حتى، يعني الصينيه دي لو حد قبل كده مستخدمها صينيه تقيله مش صينيه خفيفه. اوكي، الصينيه دي لو دخلت الفرن عمرها ما هتعمل التك اللي بقول لكم عليها دي وترفع من ناحيه وتبقى عارفين ملقلقه كده. اوكي، فدي احسن صينيه تستخدموها. اوكي، حاجه كمان من اهم الخطوات اللي احنا لازم ناخد بالنا منها واحنا بنعمل فرنش ماكارون هي ان الفرنش ماكارون مش زي اي حاجه او اي نوع كوكي بنخبزه ان احنا هنضخه كده مباشره على الصينيه اللي احنا بنخبز فيها، او حتى تحاولوا ان انتوا تدهنوا الصينيه مثلا تعملوا لها جاب او تعملوا لها براش كده من زيت او زبده او ترشوها دقيق. كل ده ما ينفعش ابدا ان انتوا تعملوه وانتوا يعني بتعملوا فرنش ماكارون. قدامكم تو اوبشن، يعني كذا تو اوبشن اكشلي علشان تعملوا الفرنش ماكارون. اول اوبشن هو السيليكون مات. في كذا نوع من انواع السيليكون مات. في السيليكون مات اللي هي لونها الاسود دي حاجه اسمها perforated سيليكون مات، او اللي هي سيليكون مات بتبقى مخومه بيبقى فيها خوم كده زي الشبكه. اوكي، دي ممتازه طبعا، بس ما ينفعش. دي بتبقى غالبا بنستخدمها اكتر للاكلير. اوكي، للاكلير وعجينه الشو، لكن ما تنفعش ان احنا نستخدمها للفرنش ماكارون. احسن اختيار في رايي وده يعني رقم واحد بالنسبه لي هي السيليكون مات. وسواء عليها الرسومات بتاعه الماكارون او شكلها بلين خالص ساده زي كده، في الحالتين هي دي الممتازه واحسن اختيار في رايي علشان تضخوا عليها تستخدموها لضخ الفرنش ماكارون. الفرق بس ان هي الدوائر بتاعه الماكارون بتبقى مقاساتها واحد. ده بيساعدني بس ان احجام الفرنش ماكارون في الاخر تطلع كلها تقريبا نفس المقاس. لكن ده لو عادي، لو عندكم اللي هي العاديه خالص من غير رسمه الماكارون، اعملوا داونلود لاي نموذج بتاع فرنش ماكارون من على النت واستخدموه كدليل او نموذج يعني علشان تضخوا عليه الفرنش ماكارون، او حتى تضخوها كده. يعني لو طلعت المقاسات بالتقريب، يعني انا ساعات كنت بعد، يعني قبل ما يبقى عندي السيليكون مات دي كنت بعد، يعني بضخ وانا بعد بقول 1 2 3 واوقف 1 2 3 واوقف. دي برضو كان بتطلع المقاسات لحد كبير قريبين لبعض. لكن برضو لو ما كانش عندكم السيليكون مات فبرضو الاختيار الاخير هو ان انتوا تستخدموا البارشمنت بيبر او اللي هو ورق الزبده. برضو ده اختيار ممتاز جدا جدا، وفي كتير من الشيفات بيفضل ورق الزبده ايفن حتى اكتر من السيليكون مات، وخصوصا لو يعني نسبه الرطوبه كانت زياده شويه في بياض البيض عندكم. ورق الزبده بيساعد ان هو يمتص جزء من الرطوبه دي، ففي شيفات كتير جدا بتفضل ان هي تستخدم ورق الزبده. بس بصراحه انا بالنسبه لي سيليكون مات هو رقم واحد، وده يعني احسن حاجه واحسن اختيار في رايي ان انتوا تعملوا عليها الفرنش ماكارون. لكن ده او ده هيكون كويس، لكن ابدا ابدا ما تحاولوش ان انتوا تدهنوا الصينيه زي ما قلت لكم، لان المكن هيلزق ومش هيطلع. خلاص بقى الموضوع انتهى بالنسبه لنا. اوكي، هحط بقى السيليكون مات على الصينيه زي ما قلت لكم، وما بحطهاش جوه الصينيه، لا بحطها على ظهر الصينيه. اوكي، ده حاجه مهمه جدا عشان الحراره او السيركيليشن يعني بتاعه الحراره تكون واصله بشكل كويس لكل المكن زي بعضه. ما تحطهاش جوه الصينيه، لا على ظهر الصينيه. اوكي، ولما باجي اعمل بايبنج للمكرونه بضخ بالظبط لغايه ما بوصل بس بالخليط لغايه البوردر بتاع رسمه المكرونه او الدايره يعني، وبوقف. بالنسبه للون الاخضر لو لاحظتوا انا كنت مستخدمه فيه الدقيق اللي هو الفاين او الدقيق العادي بتاع دقيق اللوز. هتلاقوا ان قوامه الباتر بتاعت او العجينه يعني تقيله شويه. اوكي، وفيها ترميله او حبحبه كده شويه. كمان هتلاقوا ان المفروض لما اعمل ضخ
وانا لغايه ما بخلص ضخ الصينيه كلها تقريبا بيكون اللي انا عملت لهم بايبنج في الاول تقريبا بداوا يريحوا ويسيحوا كده شويه. هنا هتلاقوا الموضوع ده ما بيحصلش قوي لان القوام زي ما قلت لكم بتاع العجينه تقيل شويه، الدقيق بيخلي القوام تقيل حبتين. اوكي، لكن هو هيبقى ناجح معاكم كل حاجه. هو بس ممكن يعمل لكم مشكله حاجه اسمها بامبي مكرونه، او ان هو المكرونه بتاعكم يكون عامل شكل كده هيحتفظ بشكل التب دي موجوده فيه مش هتروح. يعني هو عموما في المكرونه لما بتعملوا اي حاجه على الوش بتاعه بتفضل ما بتروحش في حته. اوكي، فعلشان كده دي اللي هو العادي يعني شويه ممكن يديكم المشكله دي، على عكس اللون اللي هو البينك او اللون الاحمر اللي انا كنت استخدمت فيه اللي هو دي السوبر فاين. هتلاقوا طبعا اللمعه بتاعته انعم بكتير، الضخ بتاعه يعني سهل جدا جدا جدا، ما هوش تقيل، العجينه بتبقى بجد مريحه جدا في الشغل خالص. اللمعه زي ما قلت لكم احلى بكتير، ولغايه ما انا بضخ هتلاقوا ان اللي انا بضخهم الاولانيين خالص اللي عملت لهم بايبنج اوريدي ابتدوا يعني يريحوا ويسيحوا ويفرشوا كده شويه. اوكي، ده لان الدقيق عندي ناعم جدا جدا جدا. فبصراحه يعني السوبر فاين يعني يستاهل بصراحه الفرق، لكن في الحالتين صدقوني النتيجه يعني هتكون متقاربه جدا، وهتشوفوا بعد كده الفرق ما بينهم كمان حتى بعد ما يستووا. في الحالتين سواء ده او ده هتاخدوا الصينيه بقى ويعني خبطوها كده من كل ناحيه. يعني تقريبا انا بخبطها على كل ناحيه حوالي 3 مرات، يعني على الاربع جهات بخبطها 3 مرات علشان اضمن ان هو يفرش وياخد الشكل اللي انتوا شايفينه ده. بالنسبه للون الاخضر زي ما قلت لكم لما بعمل يعني بخبط الصينيه كده برضه ما بيفرش بسهوله قوي، يعني بياخد مني كام خبطه زياده، يعني لان هو زي ما قلت لكم العجينه اوريدي كانت تقيله شويه. اوكي، لكن بالنسبه للدقيق التاني يعني ما فيش خبطتين 3 شكرا خلاص الموضوع بتكون ممتازه، واللمعه بتاعتها كمان بتكون فارقه كتير خالص يعني عن الدقيق اللي هو العادي. وبعدها هتلاقوا ان في شويه بابل كده طلعت على الوش باي توث بيك بقى او اي ابره زي كده. ابتدوا بالراحه حاولوا تشيلوا اي اير بابل تكون موجوده على الوش بتاع المكرونه، والخطوه دي مهمه جدا جدا عشان تتاكدوا ان المكرونه بتاعكم يطلع في الاخر السيرف بتاعته يعني سموث كده وشكله حلو. فحاولوا قدر الامكان امشوا على واحده واحده، تاكدوا ان مفيش اير بابل تكون موجوده على وش المكرونه. وهنسيب بقى المكرونه ان هو يرتاح. محتاجين ان المكرونه يعمل زي قشره كده على الوش. الموضوع ده يعني هيحتاج معاكم من نص ساعه لساعه على حسب درجه حراره الجو عندكم وعلى حسب الرطوبه، واذا كنتوا بتعملوا الوصفه في الصيف او في الشتاء. كمان بيعتمد على المكان اللي انتوا عايشين فيه. يعني في اسكندريه مثلا كان مستحيل ابدا ان المكرونه ما كانش ابدا ابدا بيعمل معايا القشره دي خالص. لو حد يعني جرب ان هو يروح اسكندريه او عايش في اسكندريه في مصر، الرطوبه عندنا فوق الطبيعي. فبصراحه القشره دي ما كانتش بتتكون معايا باي شكل من الاشكال. فلو انتوا عايشين في مكان الرطوبه فيه عاليه زي اسكندريه عندنا في مصر مثلا، الحل ان انتوا تشغلوا مروحه. اوكي، بس ما تخلوش المروحه بشكل مباشر على وش المكرونه كده لانها هتخليه يجف. اوكي، لا يعني خلوا في مروحه في المكان بس ما تكونش بشكل مباشر على المكرونه، او ان انتوا تشغلوا تكييف يعني علشان يسحب الرطوبه من الجو. اوكي، وانتوا هتعرفوا ان هو بقى جاهز وعامل السيرفس ده اول ما تعدوا ايديكوا عليه بالشكل ده وتلاقوا ان مفيش اي حاجه من العجين بيطلع على ايديكوا، وبصوا خلاص كده بقى عندي جاهز. اهم حاجه ان هو اول ما يعمل سكان دي ناخده تدخلوه الفرن على طول علشان نسويه. ما ينفعش ان انتوا تسيبوه لمده اكتر من كده. اوكي، لان لو سبتوه لمده اكتر من كده المكرونه عندكم هيجف بزياده، وساعتها لما تدخلوه الفرن اما ان هو مش هيعمل الفيت او اللي هي الجزء الرغاوي الزغنطوطه اللي بتبقى تحت دي اللي هي المميزه جدا جدا للمكرونه، واللي لو ما اتكونتش بيكون عندنا المكرونه خلاص فاشل يعني. او ان هو يعمل معاكم مشكله تانية ان هو يعمل حاجه اسمها لابسايدد مكرونه، او ان هو هتلاقوا المكرونه عمل الفيت دي من ناحيه وما عملش من الناحيه التانية، بقى لازق كده من الناحيه التانية فبيبقى شكله مائل كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اوكي، وعشان كده ما ينفعش ابدا ان انتوا يعني تسيبوا المكرونه ان هو يجف اكتر من اللازم. ولان المكرونه زي ما قلت لكم بسكوته فانكي جدا ويعني بتتلكك لنا علشان تبوظ، فما ينفعش ان احنا نسوي من اكتر من صينيه في المره الواحده. يعني كل مره هندخل الفرن صينيه واحده بس من الفرنش مكرونه. اوكي،
علشان كده اول حاجه اعملوا كميات صغيره من المكرونه في كل مره، بلاش تعملوا كميه كبيره، اعملوا كميه صغنطوطه. وزي ما قلت لكم هو اصلا كل الاعداد بتاعه بياخد 10 دقائق بالظبط، فيستحسن لو هتعملوا اكتر من باتش اعملوهم بالتدريج. اوكي. الحل التاني ان انتوا لو عملتوا باتش واحد يكفي لاكتر من صينيه، اللي هو في رايي ما تعملوش باتش يكفي اكتر من 3 صواني، ما تعملوش بايبنج لكل الكميه اللي عندكم في نفس الوقت. اعملوا بايبنج لاول صينيه، استنوا في حدود التلت ساعه تقريبا لغايه ما يبتدي الصينيه الاولانيه تبتدي تعمل القشره اللي انا بقول لكم عليها دي، وخلاص بعد 20 دقيقه 25 دقيقه حسب هو بياخد وقت قد ايه عندكم عشان يعمل القشره دي، هتعملوا بايبنج للصينيه الثانيه. فلغايه ما الصينيه الثانيه تكون الصينيه الاولانيه سوري ان هي تعمل القشره دي بشكل كامل ودخلناها الفرن، لما نطلعها ونيجي ندخل الصينيه الثانيه هيكون الصينيه الثانيه يعني جاست رايت، هي خلاص لسه يا دوبك جاهزه برده ان هي تخش الفرن. لكن لو ضخيتوه زي ما قلت لكم كل الكميه مره واحده، اللي هيحصل الصينيه الاولانيه هتكون عندكم بيرفكت ممتازه، والصينيه الثانيه هتكون مش كويسه، والصينيه الثالثه هتكون باظت اكيد. اوكي. فعشان كده بقول لكم اعملوه بكميات صغنطوطه وما تضخوش كله مره واحده. اوكي. خلاص اتفقنا. اول ما يعمل القشره او السكين دي هندخل المكرونه على طول عندنا الفرن. هنكون مجهزين الفرن ومسخنينه من قبلها بفتره عشان نضمن ان هو يكون محقق درجه الحراره. محتاجه درجه الحراره تكون عندي على درجه حراره 150 درجه مئويه، والمكرونه بيقعد من 12 ل 15 دقيقه حسب الفرن عندكم. اوكي. بس لازم تكونوا ضامنين ان درجه حراره الفرن عندكم فعلا محققه درجه ال 150. فلو كان عندكم الترمومتر اللي هو بتاع الفرن ده يعني هيكون ممتاز جدا عشان تضمنوا ان درجه الحراره عندكم جوه الفرن مظبوطه. اوكي. اول تقريبا 4-5 دقائق هتلاقوا ان مفيش اي حاجه بتحصل، هتتخيلوا ان المكرونه باظ عندكم ان هو مش هيعمل الفيت او الرغاوي دي، خلاص ان المكرونه باظ عندكم. لا استنوا، هو اول 4-5 دقائق مش هيحصل اي حاجه خالص، هتفضل الدنيا سكون، مفيش اي حاجه بتتغير خالص. وفجاه هتلاقوا تبتدي الرغاوي دي تتكون بالراحه والمكرون يبتدي يعلى لغايه ما يثبت. اوكي. لو درجه الحراره حسيتوا ان المكرون اخد لون بسرعه يبقى كده درجه الحراره عندكم عاليه، ممكن تبتدوا ان انتوا تنزلوها عن كده شويه. بس كل ما تنزلوا درجه الحراره يبقى هتحتاجوا ان المكرون يقعد مده اطول عندكم في الفرن. فدي بتختلف حسب فرن كل واحد، يعني انت هتكوني عارفه الفرن اللي انت عندك هيختلف عن الفرن اللي عندي. بس عموما ابتدي زي ما قلت لك بدرجه حراره 150 من 12 ل 15 دقيقه، وشوفي لو اخد لون بسرعه او ما استواش يبقى محتاجه انك تقللي درجه الحراره وتزودي وقت السوى، والعكس صحيح. تمام. واول ما تطلعوا المكرونه من الفرن ابدا ابدا ما تحاولوش ان انتوا تطلعوه من الصينيه، سواء حاطينه على سيليكون مات او حاطينه على ورق زبده. ما ينفعش ابدا ان انتوا تحركوا المكرونه من مكانه، لان اللي هيحصل ان القاعده بتاعته هتكون لازقه لسه في الصينيه، وهتلاقوا ان القبه بتاعته دي طلعت في ايديكم وهيكون باظ. يعني خساره تعبكم كل ده ان هو يعني تبوظوه ان انتوا مش قادرين تصبروا. انا تماني ما بقدرش بصبر، بس في المكرونه ما ينفعش، لازم نصبر. سيبوه لغايه ما تتاكدوا ان هو بارد تماما، وبعد كده مجرد ما انتوا تشيلوه بس كده من الصينيه هيطلع معاكم بمنتهى السهوله، يعني مش هيغلبكم خالص ولا تدهنوا سيليكون مات ولا تعملوا اي حاجه، هو هيطلع بمنتهى السهوله. وزي ما قلت لكم اللي هي الدوائر بتاعه المكرونه او اللي هي مرسومه على السيليكون مات دي بتساعدني بس ان كل المكرونات تطلع قد بعضها. شايفين هو ده بقى اللون اللي انا كنت عاملاه بالسوبر فاين. هو كان بينك بس بعد ما استوى قلب طوبي بس مش مشكله يعني. شايفين السيرفس بتاعته هتلاقوها يعني ناعمه جدا وما فيهاش اي اخطاء كده، وناعمه وبتلمع خالص، يعني بجد حلو قوي قوي وعامل الفيت طبعا وناجح وفي منتهى الجمال. اللون الاخضر اللي انا عاملاه بقى بالدقيق اللي هو العادي هتلاقوا ان هو شويه الملمس بتاعه من فوق خشن وفيه يعني شوية زي ايه يعني بامبي شوية، او ان هو فيه نتوءات كده وشكله مش ألطف حاجة في الدنيا، لكن برضه هيكون ناجح جدا جدا وعامل الفيت ومظبوط ومفيهوش اي حاجة يعني خالص. والقوام بتاعه ممتاز، طعمه حلو قوي قوي، يعني بصراحة مفيش اي فرق بينهم غير في شوية بيرفكشن شويه، ان هو دي اللي هو السوبر فاين بيديكوا مكرونه محتاجين تكونوا بتعملوها علشان تعملوها البيكري اكتر من تكونوا بتعملوها لبيتكم. لكن بصراحه لو بتعملوا حاجه لبيتكم لاولادكم مش محتاجين ان انتوا تتكلفوا وتجيبوا دي السوبر فاين، لان بصراحه سعره بيكون غالي بصراحه.
الدقيق العادي هيكون ممتاز جدا جدا يعني. اوكي خلاص دلوقتي ما فاضلش غير ان احنا نحشي المكرونه. الحشوات بتاعه المكرونه يعني افكارها لا تنتهي، يعني احشوها باي حاجه، من اول الجناش، الليمون كيرد، استخدموا لوتس، نوتيلا، استخدموا اللي انتوا بتحبوه، يعني دي حاجه ترجع لكم. انا اللون الاخضر حبيت ان انا احشيه حاجه تكون لايقه على اللون الاخضر، فاستخدمته ان انا حبيت اعمله بطعم الفستق، فاستخدمت فيها الجناش. ده جناش الشوكولاته البيضاء اللي انا كنت عملته معاكم قبل كده في الفيديو بتاع الصوصات، هسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. اوكي استخدمت فيه زبده الفستق، وكمان هستخدم شويه من الفستق المجروش خشن علشان يديني بس شويه تكتشر كده وانا باكل. بالمضرب او الهاند ميكسر هخفق بس الجناش علشان ادخل فيه شويه هواء ويبقى فلافي كده واحنا بناكله، ضفت عليه في حدود معلقتين كبار من زبده الفستق، وفي الاخر خالص بضيف شويه من الفستق المجروش علشان اديله شويه تكتشر واحنا بناكل. وهنملى بقى المكرونه بتاعنا وهيبقى بصوا الشكل طعم قوي 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 بصراحه. نفس الجناش ده استخدمت معاه مربى توت وحطيت عليه لون طعم نكهه قصدي راسبري علشان يديني لون لايق على طعم اللي هو الموف ده، واستخدمت كمان اللي هي زبده اللوتس. يعني زي ما بقول لكم افكار الحشوات دي حاجه ترجع لكم، استخدموا اي حاجه تحبوها في حشوات المكرونه مش هتفرق خالص. اوكي وبعد ما تحشوا كل الفرنش ماكارون انا عارفه انه هيكون مغري جدا 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 ان انتوا تاكلوه، بس للاسف الفرنش ماكارون مستحيل ان انتوا تاكلوه اول يوم، يعني محتاجين ان انتوا تسيبوه اقل حاجه 24 ساعه ل 48 ساعه في الثلاجه علشان تقدروا تاخدوا احسن نتيجه واحسن تكتشر واحسن طعم للفرنش ماكارون. ما ينفعش ان انتوا تاكلوا الفرنش ماكارون دلوقتي خالص خالص. اوكي فسيبوه يرتاح عندكم في الثلاجه من يوم ليومين قبل ما تبتدوا ان انتوا تقدموه او تاكلوه. اوكي كمان الفرنش ماكارو بيبقى كويس جدا جدا في ان انتوا تعملوا له تجميد، فلو خلصتوه خلاص احشوه، او حتى من غير حشو على فكره ممكن يعني تحطوه في علبه محفوظه وتدخلوه الفريزر، يعني هيقعد عندكم فتره طويله جدا جدا جدا. اوكي وقت ما تحتاجوه نزلوه، يعني الديفروست بتاعه ما بياخدش اي وقت خالص. اهم حاجه بقى في كل الفيديو الطويل ده ان بجد بجد ما تخافوش ان انتوا تعملوا الفرنش ماكارون في البيت، لان ببساطه الفرنش ماكارون حتى مهما اي حاجه حصلت، يعني كل اي حاجه اخطاء ممكن تحصل معاكم في الفرنش ماكارون ونقول عليها ان الفرنش ماكارون فشل، ده مش معناه ان هو باظ او طعمه وحش او ينفعش ان احنا ناكله، لا خالص، طعمه بيكون قمر في كل الحالات. فاعملوه في البيت بجد هو واحد من احلى الكوكي اللي في الدنيا، سواء عمل الفيت او ما عملش الفيت بيبقى طعمه قمر. انا تقريبا يعني ده اكتر نوع حلويات محبب عندي في البيت، وتقريبا بعمله بشكل شبه منتظم من كتر ما انا بحبه، لدرجه ان انا حتى بعمله حتى بالدقيق العادي علشان يبقى طول الوقت عندي في البيت. انا بحبه جدا بصراحه. ف يعني جربوا اعملوا فرنش ماكارون في البيت مش هتندموا ابدا، صدقوني هي بسكوته تجنن تجنن، واكيد انتوا عارفين ان سعرها بره بيكون بصراحه مبالغ فيه بطريقه مش طبيعيه، بس طبعا لان هو اوريدي مكوناته شويه غاليه، دقيق لوز هو يعني اللي بيغليها شويه. بس كده ده كان الفيديو الطويل جدا بتاع الفرنش ماكارون. اتمنى يا رب ان انا ما اكونش طولت عليكم، واتمنى ان انتوا تجربوه، وان شاء الله ان شاء الله يا رب ابدا عمره ما يبوظ معاكم خالص تاني بعد الفيديو ده. اعملوا الفرنش ماكارون في البيت واتمنى ان هو يعجبكم. لو عجبكم اكتبوا لي رايكم في الكومنتس تحت، وميرسي لكم كلكم، واشوفكم في فيديو جديد وسوري لو كنت طولت عليكم.